في الكيكه اللي حطيت لكم وعجبت بزاف ديال الناس. لقيت في التعاليق شي بنات كيقولوا لي عقداتهم الكيكه ما كتطلعش ليهم، ما كنجحش ليهم. تبعوني يا خواتاتي ان شاء الله يا ربي غتولي محترفات في الكيك. جبت لكم اليوم هاد الكيكه هذه الرائعه، كتجي فتيه بدون دقيق ابيض بواحد الطبقه مقرمشه، كتجي لذيذه بزاف. الا باقي عندكم هذاك الزائد بالحمر كليكيو عليه باش ديروا متابعه، وما تنساوش القليب. ويلا هو المكونات والطريقه ديال التحضير. في واحد المول غادي نوضع حبه بيض واحده، غادي نضيف عليها القليل من السكر المنسم بالفانيلا، تقدروا ديروا البرتقال او الليمون. غادي ندير كذلك نص كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 75 غرام تقريبا. غادي ديروا كذلك نص كاس ديال الزيت النباتيه اللي كيوزن 100 مليلتر. غادي نحرك جميع المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، كنطرب مزيان. غادي نضيف كذلك واحد اليوغور موزن 125 غرام. غادي نضيف نصف كاس من الحليب. الكاس البنات عباره تقريبا كاس ديال العنبه كيوزن حتى هو 75 مليلتر. غادي ندمج مره اخرى المكونات. بالنسبه للدقيق ما غاديش نستعملوا الدقيق الابيض او الدقيق فرص، غنستعملوا الدقيق فينو اللي هو رق من السميده، يعني ماشي السميده ديال الحرشه، كيكون الدقيق فينو رقيق منها. شوفوا معايا كيفاش كيبان. كاس كيوزن 130 غرام. غادي نستعمل جوج ديال الكؤوس، يعني 260 غرام اللي غتحتاجوا ديال الدقيق فينو. غادي نضيف عليهم 7 غرام من خميره الحلويات او البيكين باودر اللي هي معلقه صغيره. البنات اللي غتستعملوا خميره ديال المغرب الصا فيها 7 غرام ديروا وحده. يعني كيبقاو يسولوني البنات شحال من ساشي ديروا وحده. غادي نضيف كذلك واحد معلقه صغيره ديال الخل، وكندمج المكونات. هنايا بالنسبه للطبقه المقرمشه غادي نحتاج واحد التفاحه قشرتها وحكيتها مزيان رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليها معلقه ديال السكر عامره، غير باش كتحيد ديك الحموضه ديال التفاح الا ما كانش حلو بزاف. كنسمو كذلك بالقرفه، الا ما كتعجبكمش القرفه ما ديروهاش، انا هنا كتعجبني درت معلقه صغيره. غنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الزبيب او العنب المجفف، شويه ديال المكسرات. انا هنا درت اللوز والكركاع، تقدروا ديروا اي حاجه كانت عندكم في الدار. درت كذلك الشعريه ديال الشكلاط، تقدروا ديروا الشكلاط حبيبات او لا، المهم اللي عندكم تقدروا تستعملوه. كندمج دوك المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كناخذ المول كنفرشو هنايا بورق الفرن، وكندهنوا من الجناب بالزيت، كنرشوا بالفينو. تقدروا تدهنوه غير بالزيت وترشوه بالفينو. انا هنا عندي هذا المول خفيف كيلصق ليا الكيك، ضروري كنفرشوا بورق الفرن. وكندير فيه داك الخليط كيف ما شفتوا معايا، راه الفينو كيتشرب، الخليط كيبان لكم ثقيل. كنضيف ديك الطبقه كذلك من الفوق كيف ما كتشوفوا، وكندخلها الفران بارد. كيف ما كنقول لكم ديما الفران بارد. عاد كنشعل ليه غير من الاسفل على نار مهيله 160 170 حتى ل 180. كنخليها حتى كتبدا تحمر من الاسفل. كنشعل ليها الفوق والتحت بالفرفاره، اولا كتهبطوها الفران ديال الغاز هكذا للاسفل حتى كتحمر. شوفوا معايا كتجي مذهبه تبارك الله ما شاء الله. انا البنات سقيتها بالعسل، بغيتو ديروا الشكلاط الكراميل اللي عجبكم زوقوا به هكا من الفوق. انا سقيتها بالعسل كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها على حسابي، راه ما غاديش تندموا عليها، غادي تعجبوا وليداتكم وحتى نتوما. ما تنساوش تسجلوا قليب الفيديو، تحتفظوا به وبارطاجيوه مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده على الجميع. وغادي نعطي واحد التوضيح بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ما كيصدقش ليهم الكيك كيفاش اشنو. البنات راه يقدر يكون من الفران، يقدر يكون من المول ديال الكيك، يقدر يكون من النوعيه ديال الدقيق، النوعيه ديال الخميره، يعني بزاف ديال العوامل كيخليو الكيك ما ينجحش. ماشي يعني جربتوا واحد الوصفه ما نجحت صافي راه مولاتها ما صايباتهاش، لا، راه كيكونوا بزاف د الاسباب. اللي نقدر نقول لك هو الا كنتي يلاه كتعلمي باش تحضري الكيك، ديما الخليط يكون ثقيل شويه، ما تخليش الخليط خفيف باش ما تفش لك الكيكه. وخدي مولات اللي يكونوا ثقال بزاف.